السلام عليكم يا جماعة. اليوم طلبت لكم فروج بالكيس الحراري من خالتكم ام ياسين، وهلا بدنا نشوف النتيجة سوا. لنشوف اول شيء الفروج. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله عليكم، ما طلع شيء، طلعت منتهية نهي بطاطا ما شاء الله، جزر، بندورة، بصل، اخر شيء راس توم. شايفين على البصل؟ والله شيء ما بيشبهه شيء، ما شاء الله، ساتا نار. بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالشهي، الله يعطيك العافية يا ام ياسين، شكرا لك. يا جماعة جد انا بنصحكم فيها، جربوها، ما بدها عذاب ولا شيء. بطاطين، جزرتين، بصلات، تومات، ما بدها شيء حواليها، مخلل فليفلي حدي، مخلل خيار، لبن، بيبسي، اذا بدكم معها متوم كمان، شيء ما بيشبهه شيء، وشيء فعلا انا ما توقعت تطلع هيك شيء بالشهي والله العظيم. الله يعطيك العافية ام ياسين. مرحبا يا جماعة، هاي الفروجين احنا جبناها، غسلناها ونظفناها كتير منيح، وهلا راح نجيب المكونات. هون في عنا ورق غار، في عنا كمون، في عنا لومي، في عنا ملح، هيل، بهار اسود، وشوية زنجبيل كمان، وفي عنا كمان زيت. وهلا راح نقطع نحنا هون الخضار ونضيفها بالكيس الحراري. هون عنا 3 حبات بطاطا كبار عم نقطعهن لقطع صغيرة، وهون رح نحط كمان البندورة، نعمل كرزية، كمان بنضيف الجزر. وهاي المكونات اللي نحنا ضفناها كلها موجودة هون: البطاطا، البندورة، البصل، الثوم بحاله، جزر، وفي عنا هون كمان ذرة وبازيلا مع بعض، وفليفلي، بابريكا. هاي البهارات حطينا لها هيل وحطينا لها لومي، وظبطنا الأمور على الآخر. هون بننكش شوي بنسقب الكيس الحراري. هاي التبلي أنا ما حطيت على الفروج دبس، قلت الآخر الشي عند ما بيستوي. جهزت شوية دبس فلفل ودبس عادي وزيت زيتون. وهاي هون الفروج، فتحنا الكيس بعد ما استوى، بنشيل من نفس الزيت الموجود والمي الموجودة بالدجاج، وبنضيف على التبلي، ومنجهزها مشان ندهن وجه الفروجي مشان تحمر. نخلطهم كتير منيح مع بعضهم. وأنا كمان ضيفتلن حبة بقدونس يابس. هون بندهنها كتير منيح، بنظبطها بهاي الطريقة، خليها تتشبع مشان كمان تعطي لون كتير حلو وطعمه طيب كتير. يا جماعة هذا دبس الفليفلي أصلي سوري، والله طعمته بتجنن، وخصوصا كتير طيب للفروج يعني. شوفوا يعني عن جد استوت بشكل مو طبيعي، شي بشهي عن جد، منظرها بجنن. هاي النتيجة. شوفوا ما شاء الله، حطينا شوية حباشات حواليها، شي من اللي بحبوا قلبكم يعني، ما كترنا، هي ما بدها شغلات كتير يعني، شوية حد وخلصت.